ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. والفيديو ده عن تجميعة الكمبيوتر الجديدة بتاعة 2019، ولكن هي مش تجميعة قوي. يعني انا كنت جمعت كمبيوتر تقريبا في اوائل 2018 او اواخر 2017، وهحدث الكمبيوتر ده للنسخة الجديدة بتاعة 2019. هحدث فيه شوية حاجات كده كانت مضايقاني الحقيقة في النسخة الأخيرة. طبعا للي ما تابعش الفيديو القديم هسيبه لكم تحت في الديسكربشن او هتتابعوه من الاي اللي بتطلع فوق دي. ولكن سريعا كده ممكن نقول السبيكس بتاعته او الامكانيات بتاعته، واللي هو بروسيسور من AMD Ryzen 7 1700X. هو بروسيسور السنه اللي فاتت ولكن ممتاز جدا الحقيقه، ومكفيني جدا كاداء وكسرعه وككل حاجه الحقيقه. وكان كارت شاشه من نوع راديون برضو AMD R9 270X، وهو كارت شاشه قديم جدا، وانا ما كنتش مهتم قوي بكارت الشاشه، او ما كنتش مهتم بالالعاب وكده. والرامات كانت من نوع جي سكيل ريب جوز 4، وكانت 16 جيجا. والبورده كانت اسوس ستريكس B350F جيمنج. طبعا في حاجات كتير انا خليتها زي ما هي، زي البروسيسور والبورده والكلام ده، والكيسه برضو اللي هي الانزي اكس تي اس 340. ولكن اللي انا غيرته حاجات تفيدني فعلا، او حاجات انا محتاجها فعلا، وحاجات برضو للشكل. يعني مش شرط ان انا حاجات تفيدني بس، لا، حاجات للشكل. انا كنت عايز اغير الكيسه الصراحه، حاسسها ادمت شويه، البلاستيك بتاعها او الشباك بتاعها تخربش شويه او حاجه، ولكن مش دلوقتي. انا قلت ان هي مش مهمه قوي، يعني نعمل حاجات اهم شويه من الكيسه، وبعدين ممكن بعد كده نغير الكيسه. ولو عايزين نعمل لها فيديو لوحده مفيش مشكله، قولوا لي تحت في الكومنتات. المهم ان التجميعه دي انا زودت لها حاجات كتير جدا، زي مثلا ان انا ما كنتش اقدر اعمل اوفر كلوك للمعالج، او ان انا اكسر سرعه المعالج، عشان الكولر الاصلي بتاع الاي ام دي ما كانش بيساعدني خالص ان انا اكسر سرعته. ولذلك جبت الكولر او المشتت اللي هو من كولر ماستر اير MA 610P. هو كولر يعني مش افضل اداء في الدنيا، ولكن برضو اداؤه كويس جدا. وهواء، انا ما بحبش كولر الميه الصراحه، او ما بحبش الووتر كولينج، لان الليكويد كولينج او الووتر كولينج الحقيقه ممكن يليك او يسرب او يحصل له حاجه، الترومبه تبوظ مثلا منه، تعمل لي حاجه. فانا بحب الحقيقه الكولر الهوائي، ممكن يعيش 3 سنين 4 سنين من غير ما يحصل له حاجه. واخترت الكولر ماستر ده الحقيقه لان هو بيجي بمراوح RGB، واللوجو بتاع كولر ماستر بيجي بRGB الحقيقه. يعني انا ما اخترتوش كاداء قوي، يعني هو بيدي اداء، ولكن برضو الشكل مهم جدا بالنسبه لي. تاني حاجه غيرتها وهي كارت الشاشه. رميت الكارت الشاشه اللي هو الR9 270X ده، وجبت كارت الشاشه اللي هو 1070 Ti. ليه ما جبتش معماريه الRTX الجديده اللي هي 2070؟ يعني عشان هي سعرها مبالغ شويه، وانا مش هحتاج اصلا تقنيه الRTX، لان زي ما انتم عارفين انا ما بلعبش قوي على الكمبيوتر. يعني بلعب العاب معينه، باتل فيلد مثلا، GTA 5، حاجات معينه. انا مش محتاج تقنيه الRTX، ومش محتاج اعلى اصلا في المونتاج، حتى في شغل المونتاج مش محتاج اعلى خالص من ال 1070 Ti. فكان الاختيار هنا على ايسوس برضو 1070 Ti سايبرس، او النسخه سايبرس. هي نسخه للاسف ما فيهاش RGB وما فيهاش بتاع، ولكن هي سعرها كان ساعتها نزل عليها عرض او كده، فعشان كده انا جبتها. كمان بالنسبه للرامات، فغيرت ال 16 جيجا اللي عندي، وجبت 32 جيجا طقم على بعضه 4 في 8. وكان الاختيار هنا على رامات اللي هي الهايبر اكس بريداتور RGB. الرامات دي بتيجي كت 4 رامات في 8، يعني 32، وبيجوا RGB وبسرعه 3200 ميجا هرتز. طبعا اللي خلاني اختار الرامات دي عن الرامات التانية، اولا لان شكلها تحفه، والRGB الحقيقه بينور كويس جدا، وكمان ادائها لما شفت لها البنش ماركس بتاعتها الحقيقه ادائها ممتاز جدا مع الرايزن. اما بالنسبه للباور سبلاي عشان يقوم الحاجات دي، فانا جبت الكولر ماستر وات 600 واط، اللي هو 600 واط يعني، وباور سبلاي عادي جدا ما فيهوش اي حاجات. وكانت الكابلات بتاعته للاسف اصفر في احمر، فما عجبتنيش خالص. ورحت طالب اوردر كيبل مود، او الكابلات اللي هي بتخلي شكل الكمبيوتر مميز جدا، وطلبتها باللون الابيض عشان يمشي مع الجراي وفي اسود وكده. فالكابلات دي الحقيقه طلبتها وخلت شكل الجهاز، او هتشوفوا شكل الجهاز هيتغير ازاي بعد ما ركب. كمان بالنسبه للهاردات، فكان عندي هاردين تقريبا، الواحد فيهم 1 تيرا ويسترن ديجيتال بلو، وكان عندي هارد واحد SSD 128 جيجا. ولكن الهارد ده ضرب ال SSD وضرب الفايل السي خالص وضرب الويندوز عندي، وعشان كده جبت الهارد اللي هو برضو من هايبر اكس فيوري 480 جيجا RGB. كنت اول مره الحقيقه اشوف هارد SSD RGB، فعشان كده جبت الهارد ده، وكمان 480 جيجا، فهيكفوا جدا السي، او هيكفوا جدا السيستم اللي في الجهاز. كمان جبت هارد سي جيت 2 تيرا عشان يبقى برضو باك اب للحاجه اللي عندي، او عشان يبقى برضو سعه تخزين للحاجه اللي عندي. فاصبح ان انا عندي 4 تيرا متجمعين في 3 هاردات عشان اقسم الحاجه اللي عندي بدون ما ابقى مزنوق في حاجه، يعني او مزنوق في مساحه. وبكده اكون قلت لكم على كل القطع الجديده اللي انا جبتها في الكمبيوتر عندي. تعالوا نروح نركب الكمبيوتر ونرجع تاني اقول لكم على البنش مارك، او اقول لكم على النتيجه النهائيه للحاجات دي بعد ما ركبت.
I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. اول حاجه الحقيقه انا مبسوط بيها ان الكمبيوتر شكله اتغير. يعني كان الكمبيوتر الاول شكله مظلم كده من جوه وما كانش مدي شكل. انا بحب الحقيقه حاجه منوره جنبي او حاجه يبقى شكلها حلو جنبي كده على المكتب، خصوصا ان انا حاطه فوق المكتب مش حاطه تحت، مش مخبيه. يعني كمان الار جي بي اللي في الرامات او النور اللي هو في الرامات اللي انا جبته ده عشان هم 4 رامات بدل 2، فمخلي الحقيقه الشكل ممتاز جدا. وممكن برضو تعمل الوان زي ما انت عايز الالوان الرامات مع الهارد بالسوفت وير بتاع هايبر اكس اللي انا نزلته، فالحقيقه ادوني شكل ممتاز جدا. كمان اداء ال 32 جيجا عن 16 جيجا رام فرق جدا، بحيث ان انا مثلا كنت ممكن افتح كذا بروجكت اصلا سوني فيجاس في بعض، وممكن افتح مثلا افتر افكت، وممكن اروح عامل مثلا في كروم كذا تاب. فالرامات ال 16 جيجا كانت بتتملي جدا، ولكن ال 32 جيجا دي الحقيقه ساعدتني جدا ان انا اعمل مالتي تاسكينج او ان انا افتح كذا برنامج في وقت واحد من غير ما الجهاز يهنج او من غير ما الجهاز يقف. خصوصا ان انا زودت سعه الرام وزودت كمان سرعه الرام في الرامات اللي انا جبتها الجديده دي. كمان الكولر اللي انا جبته او المشتت الحراره اللي انا جبته الجديد ده اللي هو كولر ماستر اداني اداء ممتاز جدا، فقدرت ان انا اكسر السرعه ل 3.9 جيجا هرتز. طبعا ما كنتش اقدر اوصل اصلا ل 3.8، بقيت اوصل ل 3.9 بكل اريحيه. ودرجه حراره البروسيسور وهو عليه حمل بقت بتوصل اقصى حاجه 62 درجه وهو بيعمل ريندر وهو بيعمل اي حاجه. حتى لما عملت له ستريس تيست بايدا 64 او برنامج هو بيعمل ستريس تيست او بيحط البروسيسور ده تحت ضغط جدا، فاداني برضو ال 64 درجه او ال 62 درجه اللي هي اقصى درجه بيوصل لها المعالج. فانا الصراحه مبسوط جدا بالنتائج دي. كمان كارت الشاشه ال 1070 تي اي غير ان هو حسن كتير جدا في اداء الالعاب عندي، فانا بلعب جي تي اي 5 وباتل فيلد وبلعب ببجي وبلعب فيفا 2019 تقريبا على الكمبيوتر. هي دي بس الالعاب اللي بلعبها وعلى فترات متباعده، ولكن خلاني ان انا اقدر ان انا اشغل الالعاب دي على اعلى اعدادات للجرافيكس على فول اتش دي طبعا، وان انا اشغلها باريحيه جدا على 60 فريم، وساعات كانت بتوصل ل 70 فريم مثلا اذا كنا احنا بنتكلم على جي تي اي 5 او باتل فيلد. طبعا ببجي وفيفا يعني ما حسيتش بالفرق قوي لان هم كانوا شغالين قبل كده كويس، ولكن اللعبتين دول فرقوا معايا كتير جدا بخصوص كارت الشاشه. يعني كمان بخصوص كارت الشاشه ال 1070 تي اي ده، فالبلاي باك او وانا بمنتج مثلا وانا بلعب الفيديو اصلا او الفيديو هو بيعمل بلاي باك بقى سريع جدا جدا، خصوصا ان انا حولت من فول اتش دي ل 4K. فكانت الفايلات اللي بتدخل على سوني فيجاس او على اي برنامج مونتاج انا بستخدمه كان البلاي باك بتاعها بيبقى بطيء جدا. فلما حولت لل 1070 تي اي او كارت الشاشه الجديد ده، الصراحه البلاي باك او سرعه التشغيل بتاعه الفيديو بقت سريعه جدا. حتى لو انا حطيت افكتات على كتيره جدا في الفيديو، حتى لو انا بشتغل على كذا لير في الفيديو، البلاي باك بيشتغل على الهاي سيتنجز او ال 4K، يعني بيبلاي باك على ال 4K بكل اريحيه جدا وبكل سرعه جدا. اما بالنسبه للكابلات فهي طبعا ما عملتش اي اداء او ما عملتش اي فرق خرافي جدا اقدر احسه، بس هي شكلها حلو ومديه شكل احسن من الكابلات الصفراء. الحقيقه كانت شكلها وحش جدا. وبالنسبه للهارد الاس اس دي اللي هو الهايبر اكس ده، فالحقيقه اداني مساحه كتيره جدا في السي ان انا اقدر اخزن في السي بدل ال 120 جيجا اللي كان عندي. فقدرت ان انا اسطب البرامج كلها على السي بتاعتي، مفيش اي برنامج مثلا على الهارد تاني ولا حاجه. وقدرت ان انا اسرع البروسيس كتير جدا، يعني البرامج
البرامج دي لما بتبقى محمله على هارد اس اس دي الحقيقه بتفرق في سرعه فتح البرنامج، في استجابه البرنامج نفسه، خصوصا وانا بعمل مونتاج او كده. وكذلك الالعاب اللي انا جربتها الحقيقه في سرعه فتح اللعبه نفسه بيفرق كتير جدا ان هي تبقى متخزنه في اس اس دي عن الهارد العادي يعني. وبس كده، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وايه التجديدات اللي انا كنت ممكن اعملها على الكمبيوتر ده ما عملتهاش، وايه التجديدات اللي عجبتكم او اكتر تجديد عجبكم في الكمبيوتر ده. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بنزله، وما تنساش برضو تفعل زر الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان برضو ما تنساش اي جديد انا بنزله او ما يفوتكش اي فيديو جديد انا بنزله. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.